العشاق الفني السابع من الشباب طه شعبان. أصبح مهرجان وهران موعدا بارزا في السينما العربية لكل المختصين وحتى الهواة الذين وجدوا فيه فضاء للورشات التقنية المتخصصة في صناعة الأفلام القصيرة وكذا التعرف على مختلف تقنيات الإخراج السينمائي. في هذه الورشة يتم تعليم كيفية التقاط الصور الفوتوغرافية والتحكم في تقنيات التصوير الخاصة بالأفلام القصيرة التي سينجزها هؤلاء الشباب ضمن مجموعتين يترأسهما مخرجين. الشباب والطلبة المتربصون يعتبرون هذه الورشة التقنية نافذة للإبداع ومحطة هامة لتطوير معارفهم في المجال السينمائي. كورشة يعني تساعدنا إن شاء الله بأن نكتشف المواهب ونطوروها، وهذا عن طريق الاحتكاك مع المخرجين العرب والإنتاجات العربية اللي شفناها. كاين أماكن في الصورة، أماكن في التصوير، في إطار التصوير ونطاق التصوير ما كناش نعرفوها، وتعلمنا كيفاش نجسدوها من خلال أعمالنا، من خلال العمل اللي رانا نقوم به اليوم. الميدان يتطلب جهد والمثابرة باش نوصلوا إن شاء الله. كما قلت لك شرف كبير اللي لقيت زملاء ومخرج كبير كذلك اللي راه يوجه فينا. ومن خلال هذه الورشات تفتح الطبعة السابعة لمهرجان وهران بوابات الثقافة على مصراعيها لتقيم جسورا بين الشباب المبدع والسينما. ونمد من جهتنا جسرا آخر إلى المنية.